من هم أولئك الفتية الذين سألت اليهود عنهم؟ كانوا يعيشون في زمن قيل أنهم كانوا نصارى، والصحيح أنهم ليسوا كذلك. القول الراجح أنهم في زمن كان يعبد أهله الأصنام، فتية من علية القوم، من أبناء الملوك وأبناء الملأ وأبناء علية القوم، يعيشون في القصور، يعيشون في رفاهية ورغد من العيش، والقوم كلهم يعبدون الأصنام. وظل الناس على هذه الحال من الكفر بالله والشرك به وعبادة الأصنام وتقريب القرابين لها، وظل الناس على هذه الحال. وكانت الفتية أحيانا يعترض بعضهم على أبيه ويقول له: يا أبي، لما نصنع هذا؟ ولا بد أن هناك خالق قد خلقنا، إذن لما نعبد غيره؟ فكان الآباء يهددون الأبناء أن اسكتوا ولا تقولوا هذا الكلام مرة أخرى. وفي يوم من الأيام، كانوا في يوم العيد، خرج الناس جميعا لتقريب القرابين وعبادة الأصنام والذبح لها وفعل المنكرات وعبادة غير الله. كان الفتية كلهم مع آبائهم في ذلك العيد واجتماع القرية كلها، ولا واحد من الفتية يعلم عن الثاني الذي في قلبه. كل واحد مستاء، مجموعة من الفتية مراضي بالوضع، عقله الصحيح يقول له في شيء غلط، فطرته تمنعه عن الذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة غير الله، لكن مو قادر يسوي شيء. واحد منهم طلع من القرية في حين غفلة والناس يحتفلون ويرقصون ويعبدون ويفعلون. خرج واحد، خرج الثاني، خرج الثالث، كل واحد فيهم على حين غفلة طلع من القرية والناس في يوم العيد. وين راح؟ خرج بعيد إلى مكان في أشجار وجلس في ظل شجرة. جاء الثاني جلس في شجرة على ظل شجرة بالقرب منه، والثالث تحت ظل شجرة بالقرب منهما، والرابع كلهم جلسوا ولا أحد يعلم بالبقية، لكن كل واحد شايف وجه الثاني مستاء مما يحصل في قومه. ما الذي جمعهم؟ ما الذي جاء بهم في نفس الوقت ونفس المكان؟ الأرواح، جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف لا شعوريا، وما تناكر منها اختلف. جمعهم حب الله وحب عبادته وكره هذا الشرك وعبادة الأصنام. فقال واحد منهم من الفتية من الشباب أبناء الملوك هؤلاء، قال واحد منهم: والله يا قوم أنكم تعلمون أنه ما أخرجنا من قومنا إلا أننا نكره عبادة غير الله عز وجل، وأن قومنا يعبدون شططا، وقالوا شططا وفعلوا الكفر وأتوا المنكر العظيم. واحد منهم تجرأ وكان شجاع وقالها، كان الثاني يقولها والثالث يقولها والرابع، وكلهم قالوا نفس الكلام: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اختلف الناس في معنى الرقيم، قالوا صحيفة مكتوب فيها أسماء الفتية، وقالوا هم الفتية، وقالوا يعني الكلب الذي معهم، وقالوا كلام كثير عن الرقيم لا يهمنا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لما قالوا هذا الكلام توجهوا بعيدا عن الناس، لأنهم علموا أنهم سيبطشون بهم بل سيقتلونهم. لو علموا أننا خرجنا عن ديننا ودين آبائنا وأجدادنا إما أن يجبرون على الرجوع إلى دينهم أو يقتلونا. إذن ما الحل؟ الحل أننا نهرب. خرج الفتية معهم كلب كان للحراسة، كلب كان للصيد، كلبهم. خرجوا مسرعين وتوجهوا إلى جبل فوجدوا فيه كهفا فدخلوا إليه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الله أكبر. ليس عندهم نبي ولا كتاب أنزل. شلون عرفوا ربهم؟ وكيف أخلصوا له الدين؟ وكيف بدأوا يدعونه في تلك اللحظات؟ تدرون شلون؟ إنها الفطرة. العقل الصحيح إذا تجرد لله ما عبد غيره، فرفعوا أيديهم إلى السماء وأخذوا يدعونه فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب أنزل علينا الرحمة، يا رب هيئ لنا من أمرنا الرشد ودلنا على الطريق الصحيح. هذه قمة الهداية، أن الإنسان يعرف أنه لا أحد سيهدي إلا الله عز وجل. الفتية الذين تربوا في أحضان الشرك والكفر وعبادة الأصنام، وتربوا في حضن رغد العيش، الحرير والفرش والسرائر والقصور والخدم والحشم، ما صدهم هذا كله عن عبادة الله جل وعلا. فتية، وربما أحيانا يكون الفتية أعظم في خدمة دين الله عز وجل من غيرهم. ولهذا أكثر من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أكثرهم كانوا شبابا، الغالبية فتية وشباب. كم كان عمر علي وعثمان وسعد وعمار وخبيب وغيرهم من الصحابة. أما كبار الشيوخ وصناديد الكفر كأبي جهل وغيره من مشركي قريش أكثرهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أغلب الذين آمنوا كانوا فتية وشبابا. هؤلاء الشباب الفتية ذهبوا إلى الكهف وأخذوا يدعون الله عز وجل، فأصابهم النعاس وغلبهم النوم فوضعوا رؤوسهم وناموا. أما الكلب ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ جلس في خارج الكهف عند الفناء عند الباب وجلس الكلب. نام الفتية وضرب الله عز وجل على آذانهم، أي غلبهم النوم، لم يسمعوا صوتا ولم يتأثروا بأي صوت خارج هذا الكهف. نام الفتية ولا يدرون ولا يعلمون كم سينامون في هذا الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أما الملوك بعد أن انتهى العيد وانتهى الاحتفال كل منهم يبحث عن ولده، كل منهم يبحث عن ابنه، أين فلان؟ ربما رجع القصر، ذهبوا إلى القصور ما وجدوهم. كل واحد يسأل أتاه فلان؟ قال أنا أيضا ابني افتقدته، والثالث يقول أيضا ابني افتقدته، والرابع والخامس. انتشر الخبر أن مجموعة من الشباب من الفتيان قد فقدوا. بحثوا عنهم في الطرقات، بحثوا عنهم بين البيوت، بحثوا عنهم في القرية كلها، يوم ويومين وثلاث وأربع وعشر وشهر وشهرين وسنة، حتى نسيهم الناس ولم يذكروهم إلا بالقصص. قصة تاريخية. قبل مئات السنين فتية من علية القوم كانوا يخالفون قومهم ببعض عقائدهم وبعض عباداتهم. فجأة في يوم من الأيام فقد الجميع، لم يعلم بهم أثر ولم تر لهم جثث، فقدوا وكأنهم لم يكونوا. يتناقلهم الناس بالقصص مئات السنين. فجأة قام واحد منهم أيقظ البقية. ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار، ظنوا أنهم ناموا يوما واحدا، والكلب كان عند رأسهم. بين هذا وهذا ما الذي كان يحصل لأولئك الفتية؟ اسمع إلى القصة واسمع إلى الخبر. يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نباهم بالحق. سألتك يهود، اسمع للقصة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الثبات من عند الله جل وعلا. يمكن أحيانا تواجه القرية كلها، تواجه الناس جميعا أنت على حق وكلهم على باطل. من الذي سيثبتك؟ الله جل وعلا، لا تستعين إلا به. وربطنا على قلوبهم، لا تعتمد على نفسك، لولا تثبيت الله ما راح تثبت. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. لما تجمعوا تحت ظل الأشجار قال أحدهم، وقال البقية بقوله: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططنا وابتعدنا عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وين الدليل على أن هذا الصنم إله؟ وين الدليل على أن هذا يعبد؟ وين الدليل على أنه ينفع ويضر؟ ما في أي دليل ولا أي سلطان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هربوا
ودخلوا الجبل إلى كهف. وإذ اعتزلتموهم. الإنسان إذا ما استطاع أن يصلح أحيانا يوخر عن الباطل. مكان في منكر ما قدرت أصلحه، وخر، ابتعد حتى لا تتأثر وحتى لا تشارك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. شوف اللفظ القرآني، اعتزلتموهم وما يعبدون، كل العبادات، لكن ما اعتزلتم عبادة الله جل وعلا. اعتزلتم كل الناس والأصنام وكل شيء، لكنهم ما اعتزلوا عبادة الله جل وعلا. فأووا إلى الكهف. الكهف ترى مظلم، الكهف موحش، الكهف مكان مخيف، تراب وصخور. وين القصر؟ وين الكهف؟ وين الفرش والسرائر؟ وين الكهف؟ وين الخدم والحشم؟ وين الكهف؟ ذلك المكان الموحش البعيد، ربما مليء بالهوام والدواب وبعض ما يضر الإنسان. ثم إذا حل الليل والظلام ماذا سنفعل؟ مكان موحش. لكن ما الذي جعله أجمل مكان عندهم؟ نشر الله لهم في هذا الكهف الرحمة. صار المكان الضيق كأنه واسع. يا الله، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وضعوا رؤوسهم وضرب الله على آذانهم وناموا نومة طويلة لا يشعرون بها. الشمس تأتي من قبل المشرق فتأتيهم قليلا، تزاور شيء بسيط، ثم تغيب. طول النهار ما في نور حتى لا تحرقهم الشمس. فإذا جاء وقت الغروب تقرضهم قليلا، شيء قليل من النور يأتيهم. بداية الشروق ونهاية الغروب. وهذه الشمس ربما تكون نافعة في هذين الوقتين، لا تضر وتنفع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. شوف المنظر، فتية نايمين والشمس تأتيهم بداية الشروق ونهاية قبل الغروب، والكلب باسط ذراعيه بالوصيد عند الباب، وصيد الباب، يعني مو داخل عشان الملائكة تدخل، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فجالس في الخارج لكن عند الباب، ما هو بعيد عنهم، حتى يخاف كل مخلوق يقرب منهم يخاف من الكلب ويهرب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. منظرهم صار مرعبا. ربما والعلم عند الله طالت شعورهم أظافرهم، هذا علمه عند الله ما ندري، وإن قيل في التفسير. لكن قيل أن أعينهم وهم نائمون كانت مفتوحة. تخيل واحد مستلقي لكن فاتح عينه. ليش؟ حتى إذا مر بهم مار فزع منهم وهرب. ظنهم جالسين، ظنهم مستيقظين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جعل الله الهيبة عليهم، فلا يمرن عليهم أحد إلا وفزع منهم، مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين ولا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا 200، مئات السنين وهم على هذه الحال. كلب على حال وهم على حالهم. الغريب أنهم الله عز وجل يقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني كأنهم مستيقظين لكن في الحقيقة هم نائمون. وأجسادهم، يقول ابن عباس، لو ظلت أجسادهم على ما هي عليه لأكلتهم الأرض. إذن شنو الحل الآن؟ الحل أنه مر عن يمينه ومر عن شماله أكثر من 300 سنة، وهو مر عن يمينه ومر عن شماله حتى لا تأكلهم الأرض. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. شكلهم كأنهم مستيقظين فاتحين عينهم لكن في الحقيقة نايمين، يتحركون مرة يمين ويسار عشان الأرض ما تأكلهم. والشمس تأتي بداية الشروق وقبل الغروب بس، والكلب على حطته عشان ما حد يقرب منهم، وعليهم الهيبة والرهبة علشان لا يقترب منهم أحد. انظروا إلى حفظ الله عز وجل لهم. ليش؟ لأنهم لم يعبدوا إلا الله، ما كان عندهم ترى شريعة ولا يعرفون دين،
لكن فطرهم السليمة جعلتهم يعتزلون قومهم ويفضلون الكهف على القصور، والجوع والعطش والتراب على الطعام والحرير. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جيل ورا جيلين ورا 3 ورا 4 ورا 5 9 أجيال تقريبا 300 سنة، والناس على هذه الحال يذكرونهم بالقصص وهم نايمين. فجأة قاموا، واحد منهم قوم الثاني الثالث، على بالهم نايمين أول النهار وقايمين آخر النهار، على بالهم يوم واحد. استيقظوا، بعضهم يسأل البعض كم نمنا؟ كان نمنا طولنا في النوم، إحنا ساعة ولا ساعتين ولا 3، إيش كثر نمنا؟ قال بعضهم يمكن يبثنا يوم، قال بعضهم لا ترى يوم ما كملنا، إحنا أقل من يوم، نمنا أول النهار والحين ما انتهى النهار، أقل من يوم. قال بعضهم مو لازم نعرف، الرب عز وجل عارف حنا ايش كثر نمنا، ما يهمنا، لكن حنا نحس بالجوع. ايش رايكم واحد يروح يجيب لنا أكل من المدينة، يدخل يتخفى ويجيب لنا طعام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، الله أعلم، مو لازم نعرف كم ساعة ولا يوم كامل. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق شنو؟ الفضة، نقودهم كانت الفضة. فواحد قالوا له ايش رايك خذ هالفضة هذه وروح جيب لنا طعام، ترى حنا جعنا. على بالهم نايمين كم ساعة، انزل وتخفى، غطي وجهك بأي شيء وادخل بين الناس واشتر طعام وارجع. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. مو تجيب أي شيء، جيب أحسن طعام. والإنسان لما يشتري يكون عاقل، ما يشتري أي شيء، لا يشتري الطعام الزين، الطعام الجيد، أحسن طعام لأن عنده الثمن. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. يعني يتلطف يعني يدخل بالسر، يتخفى، يعني يكون يعني متخفي بين الناس علشان لا يشعر في أحد. إذا صادونا خلاص رحنا انتهينا. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، بالسر يشتري الطعام ويرجع. ليش؟ تدرون ليش؟ لأنهم لو يمسكوننا إما أنهم يرجموننا، وأعظم القتل الرجم بالحجارة، من أعظم القتل أن الواحد يرمونه بالحجارة لين يموت. ترى إذا مسكونا حطونا بحفرة ورموا علينا حجارة لين نموت، أو يمكن يرجعوننا في ملتهم. بعدين شو يصير؟ لن تفلحوا إذن أبدا. فإذا بهم يذهب هذا الشاب. واحد منهم خرج بيده هذه النقود، صار لها كم النقود؟ 300 سنة وما يدرون. أول ما وصل القرية استغرب، أين قريتنا؟ وين القرية اللي اليوم خرجنا منها؟ أين البلاد؟ أين البيوت؟ أين الناس؟ يرجع، صار مثل الواهم، هذه ليست قريتي، أين دخلت؟ أين ذهبت؟ إيش هذا؟ ينظر للناس، تغيروا، أشكال تغيرت، ملابس تغيرت، الأسواق تغيرت، الشوارع، كل شيء تغير. الرجل لا زال يعني خايف، شو اللي صاير مو عارف الآن، كلها ساعات تونا طالعين الآن. قال على الأقل خل أشتري طعام وأرجع وأخبر أصحابي شو اللي شفت، شو اللي تغير. والغريب أن أغلب الناس اللي شافهم مؤمنين، مع أنهم كانوا يعبدون أصنام، الحين صاروا عبدا لله عز وجل. راح ذهب إلى محل يبيع طعام، أخذ الطعام، قال له بكم؟ قال بكذا. أعطاه النقود، أخذ البائع النقود وأخذ ينظر إليها. قال ما عندك نقود؟ قال هذه نقودي. قال قل لك نقودنا، نقود التي يتعامل بها الناس. قال هذه نقودي ما عندي غيرها. قال من أين لك هذه النقود؟ هذه أثرية وهذا كنز من الكنوز، من أين لك هذه النقود؟ قال أنا مع أصحابي خرجنا ونمنا اليوم والآن جعنا نريد الطعام. قال من أصحابك؟ قال أنا فلان
أصحابي فلان بن فلان وفلان بن فلان. قال ماذا تقول؟ فأخذه إلى الملك، وأدخل إلى الملك وكان رجلا عابدا صالحا، ترك الناس عبادة الأصنام، فذهب إليه وقص عليه القصص وأخبره بالخبر. قال أنتم فقدتم منذ 300 سنة والآن ترجعون؟ هذا مستحيل. قال ماذا تقول؟ كيف يستحيل؟ نحن للتو نمنا، أين قصورنا؟ أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ قال ماتوا. أنتم فقدتم منذ 300 سنة وأنتم الآن بعثكم الله عز وجل. أي علامة لله عز وجل هذه؟ وأي دليل من آياته؟ وأي آية من آياته؟ فإذا بالملك يأخذ الجنود والناس معه ويذهبون مع هذا الفتى إلى الكهف. فوصل الناس إلى الكهف والناس كلهم ينظرون. فقال الفتى، قال لا تدخلوا على أصحابي قبل أن أدخل إليهم وأخبرهم بالخبر حتى لا يتفاجئوا. يعني هذا زي منا الآن متحمل الخبر. فدخل الفتى إلى أصحابه يخبرهم بالخبر ويقص عليهم القصص، فعلم الناس ما الذي حدث. فدخل الملك عليهم، وما إن دخل عليهم وقصوا عليه قصتهم إلا وقبض الله عز وجل روحهم مرة أخرى. أراد الرب فقط أن يثبتهم ويطمئنهم ويخبرهم أن الناس رجعوا لله عز وجل، ثم لن يصيبكم شيء من أحد. قبض الله عز وجل روحهم مرة أخرى. وإذا الناس يتعجبون ويستغربون كيف يبعث الله أمواتا بعد 300 سنة أو يزيدون ثم يموتون مرة أخرى. منهم من قال نبني عليهم مسجدا، ولا يجوز بناء المساجد على القبور. ومنهم من قال نبني عليهم بنيانا ونغلق الكهف وننتهي. ومنهم من قال، وتناقل الناس قصتهم إلى هذا الزمن ليثبت الرب عز وجل أنه قادر على أن يحيي الموتى، وأن الساعة قائمة كما أحيا هؤلاء فإنه سيحيي الموتى مرة أخرى، وأن دينه هو الحق، وأنه حفظ عباده المؤمنين وإن كانوا فتيانا، حفظهم فلم يمسهم أحد بسوء. وكذلك أعثرنا عليهم، علم الناس بأخبارهم، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. اختلف الناس فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما يجوز أن يبنى في المقابر أو على القبور مساجد، وهذا الذي فعلوه لجهلهم. ثم اختلف الناس. كم عدد الفتية؟ اختلف الناس. كم لبثوا في الكهف؟ اختلف الناس. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الله يقول 3 أو 5، كل هذا رجم بالغيب. طيب شنو الصح؟ ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. ما قال الله في هذه المقولة شيئا، كأنه هو الصح. ولهذا ابن عباس كان يقول كانوا 7 وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني في ناس يعلمونهم وهم قليل، ولعل ابن عباس منهم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ايش معنى 9؟ قال بعضهم 300 سنة كاملة بالشمسية، لكن حولها إلى قمرية تزيد 9، كل 100 سنة تزيد 3 سنوات، 300 صارت 309 سنين لبثوا في كهفهم
ثم بعثهم الرب عز وجل. لا تقول كل الناس على غلط أظل على غلط مثلهم، إياك. بعد القصة هذه يقول الله للناس: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما عليك. ثم يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. مو علشان الناس كلها على باطل تصير على باطل، مو عشان الناس كلها كفرت تكفر. كن ثابتا، كن مؤمنا، كن موحدا. والله لو تعيش في كهف بدال القصر فإن هذا فيه الرحمة وفيه الخير، خير لك من تلك القصور التي فيها الكفر وفيها الضلال. فتية اعتزلت قومها لأنها لم تستطع إصلاحهم، والصبر وإصلاح الناس أفضل من الاعتزال بلا شك، ولكن من لم يستطع وخاف على دينه فالعزلة له أفضل. لكنهم اعتزلوا الناس، انظروا كيف حفظهم الرب عز وجل. بل كرامة لهم جاء ذكر كلبهم وحفظ الله كلبهم معهم. كلب نجس لكن الله عز وجل حفظه معهم مئات السنين، لأن هذا الكلب صاحب من؟ صاحب الصالحين. كيف بأهل الإيمان وبالناس إذا خالطوا الصالحين وصالحوا وخالطوا أهل الإيمان وجلسوا معهم ورافقوهم، كيف سيحفظهم الرب عز وجل. فتية كانوا صغارا في السن لكنهم أعقل من كبار السن ومن الشيوخ في قومهم، عبدوا الله عز وجل. هذا فضل التوحيد، وتلك عقوبة الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. فطرة الإنسان وعقله تمنعه أن يعبد غير الله جل وعلا. فتية ذكرت قصتهم في سورة الكهف، نقرأها كل أسبوع يوم الجمعة، ولكن حري بنا أن نعتبر بهذه القصة وننظر كيف ثبتهم الله. والإنسان يقرأ سورة الكهف تعصمه من فتنة الدجال. في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يعتزل الإنسان هذه الفتن ويبتعد عن الدجال ويهرب منه كما هرب فتية في ذلك الزمان وجلسوا في كهف من الكهوف. قصة فيها عبر، وأي عبر، أي حكم ينزلها الرب عز وجل في أعظم وأحسن القصص في القرآن.